السلام عليكم ومرحبا بكم معي فيديو جديد على قناتي وقناتكم الشيف سفيان. وما شاء الله كما شفتوا معايا او كما سبق لي وقلت لكم في الفيديو السابق انني غنشارك معكم واحد العصير سهل واقتصادي، والاهم انه كيوجد بسرعه توجدوه رمضان ان شاء الله، او خارج رمضان في الافطار بحال هكا مثلا توجدوه. باش تعرفوا هادشي كامل خليكم معايا حتى الاخر ان شاء الله باش تكتشفوا معايا المقادير وطريقه التحضير. ولكن كنتو اول مره كتشوفوا القناه اشتركوا فيها وفعلوا الجرس وكومنتير زوين باش يوصلكم اي جديد. خليكم معايا. على بركه الله، اول حاجه غادي نحتاج نصف لتر الحليب كما شفتوا معايا هنايا. انا زدتو كاس اخر يعني نص لتر زائد كاس العنبه، بامكانكم ديروا اقل. عندي هنايا القليل من العسل، عسل طبيعي ديال الدار كما شفتوا. غادي ناخذ ياغورت كريمي بالجبن، طبعا راه معروف بامكانكم نتوما تعوضوه باي ياغورت عندكم. هنا عندي حبات ديال الفريز كميه اللي بغيتو، وعندي البنان عندي 2 حبات ايضا. صافي. اول حاجه غادي ناخذ الخلاط الكهربائي نخوي فيه داك الحليب، وكما سبق لي قلت لكم انني درت نص لتر زائد كاس يعني باش تخرج لي كميه كبيره، وكيبقى اختياري لكم نتوما. هنا غنوضع الفريز من بعد ما قطعته على 2 أو 3، طبعا يكون مغسول مزيان. وغادي ناخذ البنان نحاول انني نقطعو قطع صغيره كما تشوفوا معايا على هذا الشكل. هذا درت 2 حبات، بامكانكم ديروا حبه او ديروا اكثر الكميه اللي بغيتو نتوما. صافي. غادي نطحن المكونات مزيان في الخلاط الكهربائي كما شفتوا معايا. راه عمليه سهله وبسيطه، ورد غير كيوجد وكيجي خاطر بهذه الطريقه اللي غنعطيكم، كيجي خاطر حسن ديال الزنقه، وان شاء الله الا جربتوه غيولي معتمد عندكم في الدار. صافي. هنا كما شفتوا غادي نستمر حتى غادي نطحن مزيان الفواكه اللي شفتوا معايا مع الحليب. صافي. غنتوقف وكما شفتوا راه طحن ما كيبقاوش فيه داك الحبيبات ولا شي حاجه. صافي. هنا غادي ناخذ الياغورت اللي قلت لكم اللي يكون ديال كريمي ديال الجبن او لا اللي بغيتو نتوما. انا نفضل صراحه هذا كيعطي واحد اللوغو صراحه زوين في المذاق في هذا العصير هذا. او بامكانكم تديروا 2 طبعا الا كان متوفر عندكم. انا درت اكتفيت بواحد. صافي. غادي نضيف ايضا القليل من العسل، هذا هو المكون الاساسي صراحه في هذا العصير الاول. هذا كيجي واحد اللوغو زوين، بامكانكم تعوضوه نتوما بالسكر صنيده. انا فضلت ندير العسل، درت تقريبا 2 معالق يكونوا كبار ديال العسل. وطبعا كاين اللي كيفضل انه ما يديرش الصنيده او لا يديرش العسل، يعني كيبغيه عادي، كيبقى اختياري لكم. كما كتعرفوا البنان حلو والفريز حلو، يعني ما تكثروش بزاف. صافي. غنحاول نعاود نطحن مزيان باقي المكونات، تيطحن العصير مزيان كما كتشوفوا. راه عمليه سهله وبسيطه وكيوجد بسهوله عفوا، يعني في دقائق ما كيتعطلش بزاف. صافي. هنا غنتوقف بعد العمليه هذه، وغادي نوريكم عن قرب كيفاش كيجي العصير. خديت واحد الكاس يكون كبير، نحاول ان نفرغ فيه داك العصير، وكما شفتوا راه بدا كيعقاد شي شويه او كيختار. مثلا غادي نخليه في الثلاجه يبرد بما نوجد الاخر العصير الثاني، وان شاء الله غادي تشوفوا معايا كيفاش كيجي كيجي خاطر تبارك الله. صافي. هنا غندوز نحضر معكم العصير الثاني. العصير الثاني هنايا غنحتاج ايضا نصف لتر الحليب زائد كاس، طبعا كما تقريبا قلت لكم نفس الكميه اللي درت. يعني سكر صاير كيبقى طبعا اختيار لكم. عندي هنايا قطعه البنان نقطع 2 بنانات، يعني 3 تفاحات غادي ناخذهم بقشورهم طبعا يكونوا مغسولين. والمكون الاساسي هو هذا الفرماج مثلث او ديروا مربع، كيبقى اختياري لكم. وبهذا اللون هذا قسما بالله الا كيجي زوين. انا صراحه فاش دقتو كيجي خاطر وبنين تصدر صراحه. الوالد خوتي يعجبهم بزاف. صافي. هنا غادي ناخذ البنان نوضعو مع الحليب، نحاول انني نقطع التفاح، وكما سبق لي قلت لكم انا غنديرو بالقشور ديالو، ما غاديش نقشرو حتى حاجه. حاولوا انكم هذاك اللب او الوسط ديال التفاح ما تقيسوش،
باش ما يعطيكوش ديك المراره ديال التفاح. صافي غندير نفس العمليه، غادي نقطع داك التفاح كامل اللي عندي. انا كمشت معايا درت 3 حبات تبارك الله كبار شويه. نتوما بامكانكم ديروا جوج صغار او جوج كبار، كيبقى طبعا اختياري لكم. نفس العمليه غادي ندير للتفاحه الاخرين، نحاول انني نقطعهم قطع صغير. وكما قطع في التفاح حلو وبنان حلو، افضل انكم ما تديروش السكر صايده. انا صراحه كنديرو في الكاس ديالي بوت مثلا، ما كنديروش في كلشي. صافي هنايا كما شفتم بعد ما ضفت كميه ديال التفاح كما شفتوا معايا، غادي ناخذ واحد فرماجه مثلث، بامكانكم ديروا مربع او تعوضوه بالياغورت كريمي. انا فضلت ندير فرماجه اللي كيعطي واحد اللوغو صراحه خطير في هذا العصير هذا. صافي غادي نحاول انني نطحن مزيان هاد المكونات، عمليه بسيطه وسهله، وعصير كيوجد في دقائق، يعني ما كتاخذوش من الوقت بزاف. تحضروا ان شاء الله رمضان ان شاء الله على ابواب، علاش لا؟ جربوه وردوا عليه في الكومنتير ان شاء الله. صافي هنا حاولنا كما شفتوا طحنت مزيان هاد المكونات. غادي ناخذ كاس نحاول نخوي فيه العصير، وكما تشوفوا تشوف معايا كيجي خاطر تبارك الله كما شفتوا. احسن د الزنقه انكم ما تبقى تاخذوا الزنقه وتاخذوا ثمن غالي، احسن انكم توجدوه في الدار وبمكونات بسيطه وعرفتوا شنو حضرتوا. صافي انا غادي نخليهم على جنب، وكما قلت لكم السكر الصيني كيبقى طبعا اختياري لكم، ما تضيفوش لانه غيجي حلو. وندوز باش نحضر معكم الشكل النهائي ديال العصير ديال اليوم. وهنا كما شفتوا معايا هذا هو العصائر ديال اليوم، التفاح والحليب والياغورت والفريز والحليب. كما شفتوا في الاول هذا التفاح كيجي خاطر بعد ما برد في الثلاجه مزيان، كما كتشوفوا ساهل وكيجي بسهوله. وهذا ديال الفريز اللي حضرت معكم، شوفوا على اختو راه كيهبط، يعني راه ما سائلش، ما كيكونش سائل ولا شي حاجه، كما كتشوفوا كيكون عاقد ساهل وبسيط وكيحيد العطش. نتمنى ان شاء الله الا كان الفيديو نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش بالكومنتير الزوينين، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.